السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي تحقق اكبر استفادة من جرعة المضاد الحيوي اللي هتنزلها الفراخ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو هتنزل مضاد حيوي فلازم تاخد منه استجابة، اكبر استجابة او اقوى استجابة لفراخك. ازاي؟ اول حاجة يا جماعة، لما تيجي تنزل مضاد حيوي اول جرعة لازم لما تبدأ تنزلها لازم تنزل على تعطيشة. ليه بننزلها على تعطيشة؟ ولتكن ساعة ونص، ساعتين، ساعة، على حسب العمر عندك وعلى حسب الجو. علشان فراخك لما تبقى عطشانة لما تنزل المضاد الحيوي الفراخ كلها يبقى في إقبال من الفراخ كلها على المية، وبالتالي نسبة كبيرة من قطيعك ولتكن 90 ل 95%، بلاش 100%، تشرب من المضاد الحيوي، وبكده تبقى فراخك كلها استفادت من جرعة المضاد الحيوي. تاني حاجة، لو هتنزل جرعة مضاد حيوي معه أو تنفسي ما ينفعش تنزلها وفي مشكلة في التربية عندك في العنبر، وليكن مثلا هتنزل جرعة علاج للكوكسيديا والكوليستيريديا وعندك إصابة منها. مهما تنزل مضاد حيوي والفرشة عندك مرطبة أو مش جافة أو فيها مشاكل، فهتفضل عندك مشكلة الكوليستيريديا. العلاج مش هيجيب نتائج منها فيها عالية، أو مش هيستجيب معاك، الفرخ مش هيستجيب معاك للعلاج بسرعة عالية. فلازم تظبط فرشتك الاول قبل اي جرعه علاج للكوليستيريدي عشان تستجيب معاك بسرعه. كمان لو هتنزلها جرعه تنفسيه مثلا وليكن الميكوبلازما او النطر او العطسه زي ما بنقول، فلازم تكون مظبط التهويه عندك كويس قوي والتدفئه عندك. ما ينفعش تنزلها والحراره عندك مش مظبوطه، سواء نازله سواء طالعه. كمان ما ينفعش تنزلها والعنبر متكتم، فمش هتجيب معاك اي نتائج. كمان في بعض المضادات الحيوية يا جماعة بتعوز فيتامينات معاها، زي مثلا وليكن التيلوزين. لو حطيت معاه هي سيلينيوم بيحقق معاك نتائج ممتازة جدا، لأنه بيساعد على امتصاص التيلوزين عن طريق الأمعاء، وبالتالي بيجيب معاك نتائج كمان كأنك منزله جرعة كاملة. كمان للأسف الشديد في ناس بتيجي في أول جرعة بتنزل الجرعة خفيفة، مثلا وليكن إن هي مقرر لها نص جرام، فبتبدأ تنزل الجرعة ربع جرام وتقول هشوف هو هيجيب نتائج ولا لأ. لأ، للأسف الميكروب لازم تتعامل معاه بموضوع بنقول عليه تتعامل معاه عن طريق الصدمة اللي هي إيه؟ أول جرعة لازم تكون مكثفة وقوية علشان إيه؟ تجيب معاك نتائج. زي ما بنقول كده مثلا لازم تخبطه على دماغه عشان تدوخه، وبعد كده تتعامل معاه بالطريقة اللي تريحه. هو نفس القصة، لازم تديله جرعة مكثفة عشان تأثر فيه جامد، وبعد كده الجرعات اللي باقية هتقضي عليه نهائي. إنما لو اديته جرعة ضعيفة بالتالي الميكروبات سريعة التطور جدا، والجهاز المناعي بتاعها بيبقى سريع الاستجابة. فلو الجرعة مش كافية إنها تقتله أو تقضي عليه زي ما بنقول، هتبدأ يفرز ضدها، بنقول عليه الجهاز المناعي بتاعه بيبدأ يقاومها، بتبدأ تبقى مقاومة للجرعة بتاعتك، فبيبقى الميكروب المضاد الحيوي بتاعك ما بيأثرش فيه. مهما تنزل بقى 3 أيام 4 أيام 5 أيام ما بيعملش معاه نتائج، لأنه بيكون كون ضدها جهاز مناعي قوي. فلازم الجرعة الأولى تكون مكثفة، وبعد كده ارجع لجرعتك الطبيعية. يعني لو أنت هتنزل مثلا نص جرام للتر، خلي أول جرعة جرام إلا ربع أو جرام، وبعد كده ارجع للجرعة الطبيعية بتاعتك، وبالذات أول سقوة دي. تمام، يبقى أول سقوة دي بتنزلها مكثفة وبتنزلها على تعطيشة، فتجيب معاك نتائج ممتازة جدا. دي حاجات بسيطة، أفكار بسيطة كده، معلومات بسيطة عشان تفيدك في شغلك عشان تحقق أعلى نتائج. كمان عشان تكون معاك جدوى اقتصادية وتوفر في استخدام الدواء، ما تنزلش دواء كتير وما يبقاش منه استجابة، إنما جرعة واحدة كافية بطريقة صحيحة إن شاء الله تحقق معاك نتائج ممتازة في شغلك، وتحقق المراد منها من أول جرعة. ما تستناش للتانية والتالتة والرابعة، أو تغير نوع المضاد الحيوي خالص علشان يبدأ يجيب معاك نتائج. النهاردة حلقة خفيفة سريعة، يا رب نكون قدمنا لكم معلومة مفيدة. وأي إحنا بنجتهد عشان نوصل لكم الشغل الصحيح، فما تبخلش علينا بلايك للفيديو، منشر لحد صديق تعرفوا إنه بيربي فراخ، تعمل لها شير، توصلها لأي حد بأي طريقة عشان الكل يستفيد منها. وبكده أقدر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن إزاي تحقق أكبر استفادة من جرعة المضاد الحيوي اللي هتنزلها الفراخ. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو هتنزل مضاد حيوي فلازم تاخد منه استجابة، اكبر استجابة او اقوى استجابة لفراخك. ازاي؟ اول حاجة يا جماعة، لما تيجي تنزل مضاد حيوي اول جرعة لازم لما تبدأ تنزلها لازم تنزل على تعطيشة. ليه بننزلها على تعطيشة؟ ولتكن ساعة ونص، ساعتين، ساعة، على حسب العمر عندك وعلى حسب الجو. علشان فراخك لما تبقى عطشانة لما تنزل المضاد الحيوي الفراخ كلها
يبقى في إقبال من الفراخ كلها على المية، وبالتالي نسبة كبيرة من قطيعك ولتكن 90 ل95%، بلاش 100%، تشرب من المضاد الحيوي، وبكده تبقى فراخك كلها استفادت من جرعة المضاد الحيوي. تاني حاجة، لو هتنزل جرعة مضاد حيوي معه أو تنفسي، ما ينفعش تنزلها وفي مشكلة في التربية عندك في العنبر، وليكن مثلا هتنزل جرعة علاج للكوكسيديا والكوليستيريديا وعندك إصابة منها. مهما تنزل مضاد حيوي والفرشة عندك مرطبة أو مش جافة أو فيها مشاكل، فهتفضل عندك مشكلة الكوليستيريديا، العلاج مش هيجيب نتائج منها فيها عالية، أو مش هيستجيب معاك، الفرخ مش هيستجيب معاك للعلاج بسرعة عالية. فلازم تظبط فرشتك الاول قبل اي جرعه علاج للكوليستيريدي عشان تستجيب معاك بسرعه. كمان لو هتنزلها جرعه تنفسيه مثلا، وليكن الميكوبلازما او النطر او العطسه زي ما بنقول، فلازم تكون مظبط التهويه عندك كويس قوي، والتدفئه عندك ما ينفعش تنزلها والحراره عندك مش مظبوطه، سواء نازله سواء